بقيادة سيادة المستشار المحترم محمد عبده صالح تقدمت باستقالة جماعية وأصدرت بيان حول هذه الاستقالة. هذا نصه، نقراه زي ما هو. البيان بيقول الآتي: ردا على الاتهامات التي وجهت إليها البيان كالآتي: بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاسي والداني، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم، وشهدت المنظومة من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيق للوائح الاتحادين المصري والدولي. لذا قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي بالاتحاد المصري اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها. هذا هو بيان لجنة الانضباط. بناء عليه اتحاد الكرة المصري أصدر هو الآخر بيانا آخر جاء فيه يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة، والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية. ويشدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تمسكه باستمرار اللجنة في عملها واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية، ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد. ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد على ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس، لا سيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية، ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص. وبس في البيان بتاع اتحاد الكرة أشار إلى أنها لجنة منتخبة. هي طبعا ليست لجنة منتخبة، هي تم تعيينها من مجلس إدارة المهندس هاني أبو ريدة عام 2016، لكن هذا لا دخل له بالمعنى اللي مكتوب طبعا أكيد يعني. فالجمعية العمومية اللي هيعملوها، هل يعملوا جمعية عمومية غير عادية ولا في موعدها الطبيعي؟ ده السؤال الآخر، ده طبعا بيبقى في نهاية العام يعني. طيب، ده احنا طبعا تواصلنا مع لجنة الانضباط وعلمنا، او رئيسها تحديدا سيادة المستشار محمد عبده صالح، اللي اكد انه لن يعود هو ولجنته عن الاستقالة التي تقدموا بها جميعا. كل الاحترام طبعا سيادة المستشار وللجنة الانضباط بالكامل. على جانب اخر في نفس الحكاية، رابطة أندية المحترفين تتحدث من خلال رئيسها الصديق العزيز الأستاذ أحمد دياب عن أن هم عايزين يعدلوا من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وأن تكون هناك لجنة القيم تابعة لرابطة أندية المحترفين. ودي تصحيحات اطلقها النهارده الاستاذ احمد دياب من منطلق يعني رغبته ورغبه طبعا الرابطه في مزيد من الانضباط والنظام وكذا وكذا داخل المسابقه. انا بس عايز اقول هنا نقطه معينه، لان انتم عارفين احنا بنتكلم دايما بما يرضي الله يعني. اولا، اي لجنه موجوده في اتحاد الكره
هي ليست مختصة بالدوري الممتاز فقط لا غير، هي لجنة مختصة بكرة القدم المصرية على كافة درجاتها. طبعا بتكلم في اتحاد الكورة. رابطة الأندية هي مختصة بمسابقة الدوري الممتاز فقط لا غير، ولا يمكن أن تكون لجنة القيم تابعة لرابطة الأندية، لأنه مش هيبقى عندنا لجنة قيم خاصة بالدوري الممتاز ولجنة قيم خاصة بباقي المسابقات. هذا أمر غير وارد على الإطلاق يعني. أيضا لائحة النظام الأساسي للرابطة هي تنص على مهام الرابطة فيما يتعلق إدارة الدوري، مسابقة الدوري الممتاز. طبعا كل